ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كالعاده معاكم حسام في فيديو جديد ومعلومه جديده. الهاتفين اللي موجودين معايا في الفيديو دول هما اوبو رينو 8 تي، دي النسخه ال5 جي ودي النسخه ال4 جي. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا عن النسخه ال4 جي بكل مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها وسعرها، وبرضه عملنا فيديو اتكلمنا عن النسخه ال5 جي بكل مميزاتها وعيوبها. وكمان للناس اللي حابه معلومات اكتر عملنا فيديو مقارنه ما بين النسخه ال4 جي وال5 جي واسعارهم. اما بقى الفيديو بتاع النهارده للناس اللي سالت ازاي اخلي الكاميرا اللي موجوده في الهاتف بتاع اوبو تنور او تضيء من الخلف لما يجي لي مكالمات او اشعارات او رسائل، سواء في النسخه ال4 جي او في النسخه ال5 جي. هعملها مره قدامكم باللغه العربيه عشان اللي عامل اعدادات الهاتف باللغه العربيه، وبعدين هنعملها باللغه الانجليزيه عشان اللي عامل اعدادات موبايله باللغه الانجليزيه. نبتدي بالنسخه ال4 جي ده الاوبو رينو 8 تي 4 جي. عايز اخلي الكاميرا دي تضيء او تنور من الظهر كده لما يجي لي رسائل او اشعارات او مكالمات او اي حاجه. هتروح على الاعدادات، من الاعدادات هتروح على وول بيبرز ستايل اللي هي دي، هتضغط عليها، بعدين هتنزل هنا هتلاقي ايج لايتنج او الحواف زي ما انت شايف كده، اضغط عليها. دي الحواف اللي على الجنب، تمام. لما يجي لي مثلا مسج هتبتدي الحافه اللي على الجنب اليمين واليسار تضيء مثلا باللون الاحمر او باللون البرتقالي ده او باللون الازرق. لما يجي لي مسج، لما يجي لي مكالمه، لما يجي لي رساله كده هتضيء من على الجنب. خلاص، دي اول معلومه. تاني معلومه، خلينا نرجع، انزل على اللي تحتها على طول اللي هي بريثنج لايت، اضغط عليها وبعدين روح من على بريثنج لايت كولرز، اضغط على بريثنج لايت كولرز واختار الالوان من هنا. هنا عندك كولز، نوتيفيكيشنز، جيمز، يعني لو جالك مكالمات الكاميرا من ورا هتنور. وعلى سبيل المثال خلينا نختار مثلا اللون الاورنج، شايفين الاضاءه اللي بتبقى حوالين الكاميرا؟ اي لون بقى هختاره، الاخضر هتبقى بالشكل ده، اختار مثلا اللون البينك هيبقى بالشكل ده. معنى كده ان لو جالي اي مكالمه الكاميرا هتنور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب عايز اروح على النوتيفيكيشنز، الاشعارات اللي بتجيلي اللي هي الرسائل، الواتساب بقى، الكلام ده كله، اي اشعار يجيلي على التليفون خليها مثلا باللون الاحمر ده، يبقى الكاميرا هتنور معايا او هتضيء زي ما انتم شايفين باللون ده، الاطار او الرينج اللي حوالين الكاميرا. كذلك طبعا الجيمز، الاشعارات بتاعه الجيمز، اضغط على اللون الازرق هتنور معايا الرينج اللي حوالين الكاميرا باللون الازرق ده. دي كانت باللغه الانجليزيه وكانت في النسخه ال4 جي، الاوبو رينو 8 تي ال4 جي. خلي بالكم الميزه دي موجوده في معظم او 90% من هواتف اوبو. خلينا بقى من النسخه ال4 جي ونروح عند ال5 جي لان الوضع بيختلف شويه. ال5 جي للاسف بس هيضيء او هينور من على الجوانب، مفيش فيه اطار حوالين الكاميرا هيضيء او هينور. ازاي؟ خلينا نروح بقى باللغه العربيه المره دي عشان عامل اعداداته باللغه العربيه. هنروح على الاعدادات، من الاعدادات هتروح على الخلفيات والشكل، اضغط عليها، انزل تحت هتلاقي اضاءه الحافه، خليها بقى باللون الازرق مثلا زي ما انت شايف كده. هيجي لك اي مسج على الواتساب او اي اشعار، الحافه بتاعت الشاشه من على الجنب ده والجنب ده هي اللي هتنور او هتضيء زي ما انتم شايفين في الرسمه، تمام. هو ده النسخه ال5 جي. للاسف الكاميرا من ورا في التنبيهات والاشعارات والمكالمات مفيش اي رينج حواليها يضيء زي النسخه ال4 جي، لا هنا بس من على الجوانب كمان مره اهي. ده كان فيديو سريع، اللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات تحت، اشترك في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات اللي بنعملها. اشوفكم في فيديو جديد قريب، سلام.